السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال يا رب. نتوما تشاهدوا هذا الفيديو بعد الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا عندي تتمه الفيديو ديال الخبز اليقطين، لانني كنت درت الكيكه ديال اليقطين في نفس النهار مع الخبز، يعني هنا تتمه. هنا غادي ندوز الكيك. عندي 3 البيضات، عندي كاس زيت، كاس سنيده، كاس سكر وكاس ديال الحليب، وعندي الكميه اللي بقات لي ديال اليقطين اللي مطحون، يعني 250 غرام اللي مسلوقه مطحونه. عندي 3 الخمارات وجوج ديال الفاني والدقيق. نتوما غتشوفوا شحال دخلات لي. اول حاجه قبضت داك اليقطين اللي عندي مطحون، ضفت عليه البيض والسكر والسنيده والحليب، كل شيء طحنته غير بالميكسور. صافي طحنته مزيان مزيان كما تتشوفوا دابا. ها هو عندي الخليط هنا واجد. انا عندي الدقيق، عندي غادي نعبرو بهاد الكؤوس ديال او الكوب ديال القهوه. كبيت الكاس الاولاني، يعني ما عرفتش بالغرام شحال، ولكن انا درت لي طاس ديال القهوه. عبرت الكاس الاولاني غنخلط، وعمرت الثاني حطيته. غادي نخلط الاولاني، دخلت داك الكاس. غادي نضيف يعني الكوب الثاني او الطاس الثاني، وضفت عليه 3 ديال الخمارات. بالنسبه للفاني، باش تشوفوا الفاني ما درتوش هنا، راه درتو في الخليط ديال يعني ديال البيض وديال السوائل كامله. درت عليهم داك 2 ساشيات ديال الفاني تيتواتى مع داك اليقطين، باش ما تجيش كاع ريحه ديال اليقطين كانكم دايرين شي نوع الديسير او عصير. انتما شوفوا اللوين شحال تيجي زوين. المهم انا ضفت، رقيت بان داك 2 اكواب اللي درت ما كافيينش، لان ملي تتهزوا يعني ستاتيول ولا هكا الطراب وتلقاو بان تتقطع الخيوط ديال العجين، يعني راه جاريه العجينه. صافي داك 2 اكواب ما قدونيش، ضفت نص الكوب ولكن ما درتوش كامل. هانتوما شفتوا خلطت وبقى داك شويه في القاع ديال الكاس، يعني تمن شي معلقه كبيره بقات في الكاس ما ضفتهاش، لانني بالي الخليط صافي. ها هو تيطلق الخيط ديالو نيشان، يعني صافي العجين ديالي كافي او الخليط ديالي كافي. صافي درتو في مول عادي، يعني المول ديال الكيك اليومي، نتوما ديروا في اي مول عندكم. ضفت عليه الشوكولاط حبيبات، وضفت عليه اللوز بقطعه غير بالموس ومي بالسكين، وضفت الكركاع كنت مهرمشه بين يديا. حاجه وحده اللي كنت نسيت ما حطيتهاش من الفوق هي بذور اليقطين. كانوا في القريعه ونسيتهم، ولكن في اللحظه اللي طفيت انا التليفون او الكاميرا التليفون باش نخشي لاطه في الفران ديال الكيك، تفكرت بانني ما درتش الحبوب اليقطين. صافي جبتهم وكبيتهم عليهم من الفوق، يعني درتهم من الفوق. وهنا صافي 30 دقيقه كان الكيك ديالي طايب، جا روعه وجا هش. داك الكركاع واللوز والشوكولاته يدخلوا في النص ديال الكيك، يعني ملي تتقطعوها تلقاو فيها طريفات ديال الكركاع، تلقاو فيها داك حبيبات الشوكولاته، يعني تتجي فنه وتتجي هشه. انتبهتوا غير بتقطيعات الموس تشوفوها دايره كي البوينجا، يعني جات رائعه. وما تقولوش بان راه القرعه غتجي فيها باينه وكيكون المذاق، والله العظيم الا المذاق رائع. ما بحال ما درتو لا قرعه، بحال درتو شي ديسير ولا درتو شي عصير. هادشي اللي تيجي فيها، ما تيجي زعما رائحه القرعه. هذاك الزريرع ديال اليقطين هو باش يبان بانها اليقطين وصافي. وبغيتو تستغناو عليه تستغناو. المهم نتوما اللي بغيتو. اهم شيء ان الكيكه جات رائعه بزاف بزاف. ومنين حطيتها والله الا تنقطعها باش ناكلوها تتفرتت كلها، ماشي تتفرتت بداك المعنى ديال انها ما صادقاش، لا، يعني بقوه الهش ديالها تتفرتت مع الفريشطه. والله نتمنى انكم تجربوها بهذه المقادير البسيطه وتعجبكم ان شاء الله. والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم، مع السلامه.